بيسعدني يكون معنا على الهواء الاستاذه خلود اسماعيل حسن اسماعيل، اخصائي نفسي اطفال وصعوبات تعلم وتعديل سلوك. اهلا بيك استاذه خلود. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اخترنا النهارده ان احنا نتكلم على صعوبات التعلم، والحقيقه المشكله دي ممكن نقدر نقول انها بدات تبقى يعني عشان تسلط عليها الضوء بدات الامهات تاخد بالها ان الطفل ده عنده مشكله، وللاسف كثير من الاحيان بتحصل المشكله تكتشف في المدرسه، مع ان ده بنقول ممكن يكون الوقت كده اتاخر شويه. فاولا عايزه اعرف ايه هي صعوبات التعلم وانواعها. صعوبات التعلم هي صعوبة اكتساب. انا عندي صعوبة في ان انا اكتسب معلومة. طيب صعوبات التعلم ايه انواعها؟ في نوعين، نوع صعوبات التعلم النمائية ونوع صعوبات التعلم الأكاديمية. لو في صعوبات تعلم نمائية بالضرورة لازم هيكون في صعوبات تعلم أكاديمية، لكن مش شرط لو في صعوبات تعلم أكاديمية ان انا عندي صعوبات نمائية. تمام؟ يعني الصعوبات النمائية بيترتب عليها صعوبات في الأكاديمي. طب ايه النمائية وايه الأكاديمية؟ النمائية بتتمثل في قدرات عقلية زي الانتباه، الإدراك، التفكير، الذاكرة، واللغة المنطوقة يعني. تمام؟ لو انا عندي مشكلة في 2 بس من دول، ده مؤشر ان انا هيبقى عندي صعوبات تعلم أكاديمية. 2، ما استناش ان انا يبقى عندي في كله. يعني الام تحس بايه هنا لما تحس ان هو عنده المشكله دي؟ هل بتبان في المدرسه ولا بتبان قبل؟ لا، في مؤشرات لقبل المدرسه. هي اغلب الوقت دايما بتظهر مشكله صعوبات التعلم في سن الدراسه. ليه؟ لان بكتشفها وقت لما هو الطفل بيتلقى اكاديمي، فما بيبقاش عنده تحصيل دراسي جيد. لكن هي في مؤشرات قبل المدرسه تقول لي ان الطفل ممكن يبقى عنده صعوبه في ان هو يبقى عنده صعوبه في التحصيل الدراسي. طيب بتلاقي الام تشتكي ان طفلها ما عندوش انتباه، ما عندوش تركيز، بينسى بسرعه، الحاجه تبقي مديها له دلوقتي ينساها في ساعتها. مشكله تاخر الكلام طبعا برضو ساعات بتاثر. فكل الحاجات دي بتظهر في البلاي سكول، بتظهر في الكي جي. فالحاجات دي اصلا في الايام في المهارات الحياتيه بتظهر. ابني مش مركز، انا بقول له روح هات لي كذا من جوه، فبينسى انا قلت له تجيب لي ايه. فبالتالي دي مؤشرات تقول لي ان انا طفلي عنده مشكله. طيب دي النمائيه. الصعوبات التعلم الاكاديميه هي صعوبات 3 انواع. قراءه، هي معانا على الشاشه الصوره. تمام. قراءه، كتابه، حساب. يعني انا القراءه اللي هي ديسلكسيا، الكتابه اللي هي ديسجرافيا، والحساب اللي هي الخاصه بالارقام والحسابات، الجمع، الطرح، الساعه، الوقت. صعوبات القراءه اللي هي ما عندوش ادراك لدمج الاصوات، او ان هو يفك الكلمات. هو مش عارف يعمل ده، او ان هو بيقرا بس هو مش فاهم اللي بيقراه. او لما اجي انا بقرا كلمه بس لما اجي اقرا جمله على بعض ما اعرفش. ممكن اعرف اقرا يعني يقراها على منفرده كده. ممكن يحصل برضو مشكله في التمييز السمعي لاصوات الحروف. الحاجات المتشابهه يعني الاصوات المتشابهه زي السين والصاد، الدال والضاد، الكاف والقاف. الكاف والقاف. دي مشكله كبيره، يعني ممكن هتلاقيها عند كبار كمان. صحيح. يعني بالظبط. المدود. صعوبات الكتابه ان هو ما عندوش تآزر بصري حركي. مش قادر يميز شكل الحرف بيتكتب ازاي. ده في الكتابه. الحساب زي ما قلنا، الارقام بقى والساعه. دي كلها حاجات. دي بقى صعوبات التعلم اللي في المدرسه الام بتكتشفها في المدرسه الاكاديميه. مش دايما بنكتشف النمائيه قوي، لكن دايما الاكاديميه لان هو بقى بيجي خلاص بقى على ارض الواقع، وتبتدي في شكوى جايه من المدرسه ان الطفل هنا عنده مشكله مش عارف يكمل مع زمايله. مظبوط. فاحنا لازم بقى بنشتغل على اول حاجه الفيصل بيني وبين ان انا اقول ان الطفل عنده صعوبات تعلم، الاختبارات والتقييم. له تقييم وتشخيص. وبقدر اعرف بقى بارقام ولا بنسب، يعني مش كده؟ بيبقى مش كلهم في نفس المستوى. لا، هو مش كله كمان زي بعض. يعني ممكن يبقى عنده صعوبات في حاجه واحده من الثلاثه اللي قلنا عليها. ممكن يبقى عنده مشكله قراءه بس هو الكتابه جيد جدا، كويس، في الحساب كويس قوي. لكن عنده مشكله في حاجه واحده او العكس، وهكذا. فالفيصل بيني وبين ان انا اقول ان الطفل عنده صعوبات تعلم الاختبارات والتقييمات. طفل صعوبات التعلم درجه ذكائه عاديه جدا، هو طفل طبيعي. درجه ذكائه 90 المتوسط. ما عندوش. بتعمل له اختبار ذكاء وببتدي امشي في مسار بقى مظبوط، اشوف ايه المشكله اللي عنده. اختبار الذكاء كده بيتعمل، هيشوف بيطلع لي برضو ال5 قدرات العقليه اللي في المخ شغاله ازاي بالدرجات.
هل هي فيها مشكله ولا لا، هيطلع لي اذا كان في صعوبات نمائيه ولا لا، هيطلع لي درجه الذكاء، وهيطلع لي اذا كان بقى الطفل محتاج جلسات ولا لا. يعني انا الاول مراحل اللي الام هتبتدي تحس ان في مشكله الاول، لو هي يعني واخده بالها قبل ما يدخل المدرسه، هي ممكن تكتشف ده. بس انا عايزه بقى الفت نظر الامهات لحاجه، انه هي ساعات بتترجم المشكله ان هو الطفل لعبي، هو مش عايز يذاكر، هو ما بيفهمش، مش حاجه اسمها ما بيفهمش. زمان كان الطفل اللي هو عنده صعوبات تعلم ما كانش لسه فيه المصطلح ده او التشخيص ده، فكانوا الطفل بيتوصم بان هو بليد. ايوه، كان بيبقى متاخر كمان في الدراسه وهو مش عارف يواكب اي حاجه. ده بليد، هو مش بليد. صحيح، هو مش بليد، هو قدراته دي دي قدراته. فزمان كان مفيش الوعي الكافي ده، لكن احنا دلوقتي الامهات بتقرا السوشيال ميديا، ما خلتش، فانت تقدري تقري، تقدري تفهمي، فما ترجمش دايما الطفل ان هو دايما اتهمه. هي المشكله مش من عنده، مش من عنده. لا انا عارفه ابني، لا انا ابني هو مش عايز مذاكره، هو لا الفيصل بالنسبه لي المتخصص. المتخصص هو هيقول لي اذا كان فعلا لعبي ده، ابني ده لعبي وده مشكله سلوكيه، ولا هي مشكله في القدرات، مشكله موجوده في الدماغ. ساعتها بتصرف على اساس ده. طيب يبقى خلاص احنا بدأنا عرفنا المشكلة وبدأنا نروح للمتخصص. هنا التشخيص، هل الاكتشاف المبكر في التشخيص له تأثير ان انا يقدر يواكب على طول ولا؟ طبعا. انا لما بيجي لي طفل عنده 4 سنين مش زي ما طفل وصل بقى للمرحله الابتدائيه. هنا بيحصل طبعا السرعه في التطور وفي التنميه مع الطفل وهو عنده 4 سنين احسن بكتير. خلاص ده هيدخل المدرسه كمان وهو ماشي زيه زي اقرانه او زمايله. لكن الطفل اللي هو جاي بياخد وقت ومجهود اكبر بكتير. اكبر بكتير من الطفل اللي هو لسه صغير. يعني الدور ده مهم جدا، الام تكون حريصه انها تكتشف المشكله. هل عندها هي اختبارات في البيت تبتدي تاخد بالها، ولا هي الاختبارات ان هو بتنادي عليه، بتقول له على معلومه بينساها، بتطلب منه حاجه مش بيركز؟ يعني ندي امثله كده. امثله مثلا الانتباه، والانتباه انواع، انتباه سمعي وانتباه بصري. فممكن مثلا في الانتباه السمعي هي اوريدي تديله اوردرين، روح طفي النور ونادي اختك. ممكن يعمل واحد وينسى التاني، مع اني انا لسه قايله دلوقتي. او ما يعملوش اصلا. انت قلتي لي ايه؟ ماما حضرتك قلتي ايه مثلا؟ بينسى. بقول له بيسالني في حاجات هو مش فاهم اللي انا بقوله. هو دماغه الادراك السمعي مش مترجم اللغه اللي بتتقال. او طفل متاخر في الكلام، هو طفل اصلا متاخر في الكلام في اللغه المنطوقه اللي احنا بنتعامل بيها. فما بالك لو فهو مش فاهمها، لسه مش فاهمها اصلا. فما بالك لما نيجي ندخل نديله لغه عربيه وهو اصلا مش فاهم اللغه اللي احنا بنتكلمها. فهنا برضو مؤشر. هنا السن كام اللي هو تبتدي الام تقلق، اللي هو متاخر في الكلام؟ متاخر في الكلام الطفل بيبقى فيه حصيله كلمات المفروض يكون بيقولها في سنه ونص. مش شرط يكون يقولها جمل، لا مش شرط يكون بيقولها واضحه. المهم ان هو عنده حصيله كلمات كويس. تمام. يعني بنبدا نقلق قوي 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 في سن 3 سنين، اللي هو مثلا المفروض يقول جمله من 3 كلمات ويوظف الجمل. لكن تلاقيه مثلا يقول بابا ماما تعالي اشرب اكل، لا هنا يبقى في مشكله. 3 سنين ببتدي بقى لازم يكون بيقول جمله. 3 سنين لازم يكون بيقول جمله. فبس هو مش شرط الطفل اللي متاخر في الكلام ان هو يكون عنده صعوبات تعلم، مش شرط. بس احنا بنحط النقطه دي من الاعراض لو هو اجتمع مع حاجه ثانيه، مع عرض ثاني. وعايزه برضو الفت النظر الامهات لحاجه، ما تكبتيش ابنك وهو بيسالك، جاوبي على كل الاسئله. صحيح. اشبعي فضوله قدر الامكان. هنا بتطلع المهارات، هي بتساعده هنا ان هو بتزود مهارات التفكير. صحيح. هو الولد اللي هو بقى بعدين اللي هي كل ما يقول لها حاجه تقول له طب بعدين انا مش فاضيه. اقفي اديله انتباهك، اديله ان انت مهتمه باللي هو بيقوله، حتى لو كان بيقول لك اي حاجه. اي حاجه يعني دي مفتاح كده اللي احنا ننتبه. الام اللي بتبقى عندها سعه صدر وطولة بال في الطفل انها اي اسئله بسيطه، هو ده في مرحله اكتساب المعلومات والحياه حواليه. بالظبط. فانا ليه اكبته؟ ليه ازهق؟ ما هو معلش هي الامومه مسؤوليه. صحيح. والاب انا مش بلغي دور الاب خالص. يعني ده ينطبق عليه برضه كمان. بالظبط الاثنين. اصل في اهالي بيشتكوا ان الولاد بيسالوا كتير. بيسالوا كتير، ما هم عايزين يعرفوا، ما هم لسه في مرحله التعليم والتعلم. بالظبط. هم لسه بيكتشفوا الواقع. فلا اجاوب على كل حاجه. طيب انا عندي برضو حاجه تانية عايزه اقولها، ممكن الامهات تعملها من قبل اصلا بقى، يعني طفل طبيعي او طفل عنده مشكله. القصص، احنا ليه ما بقيناش نحكي؟ صحيح. دي مهمه جدا. دي بتوسع خيال الطفل. صحيح. بتوسع ادراك الطفل.
بتوسع قدرته على حل المشكلات. صحيح. ساعات القصه الام تسيبها مفتوحه وهو يساعد معاها في النهايه. ايه رايك بالظبط؟ نقول تتخيل ايه. فكره الخيال دي حاجه مهمه جدا كمان يعني، وكانت حاجه محببه لينا كجيل يعني. خدي بالك انا كنت بقابل اطفال ما عندهمش قدره التخيل. مش بيعرفوا يتخيلوا. للاسف النت وللاسف التكنولوجيا ضيعت الخيال. انت كله شايفاه على ارض الواقع واقعي، لكن الكتاب اللي هو عودته قصه وحدوته قبل النوم دي كانت اساسيه. بصور بقى بصور صحيح. يعني الاضاءه بتاعت الموبايل وكده بتاثر على التركيز وعلى الانتباه. انا نفسي دي جريمه والله، انا نفسي الاطفال يتمنعوا ما نلعب يعني نلعب العاب، نخترع العاب فيها تفكير مع بعض واحنا قاعدين في البيت. صحيح. الاخوات مع بعض بتعمل تفاعل وبتشد الانتباه، والطفل بيسمع حدوته او بيسمع قصه من الام وهو بيبقى مشدود. دي كل ده بيساعد على الانتباه. وكمان بقى ايه، هو بيفهم اللغه. فانا هنا ما يجيش عندي مشكله في الفهم القرائي لما اجي ابقى في المدرسه. يعني مثلا القراءه اللي هي من صعوبات التعلم الاكاديميه، انا ممكن اكون بقرا زي ما قلت بس انا مش فاهم الا انا بقراه. طيب ايه اللي ممكن يساعدني على ده بقى من البدايه قبل اصلا ما يبقى عندي مشكله في حاجه اسمها الفهم القرائي؟ ان انا اسمع قصص حتى وانا مش بعرف اقرا. صحيح. اعمل في مخزوني. بالظبط. انا في مخزوني عندي مصطلحات. فلما اجي بقى حتى دي في اللغات، لما حد يحب يتعلم لغه يقول له استمع كتير. استمع كتير وخزن كلمات كتيره. دي كمان تنطبق في اللغه الام. بالظبط. اهم حاجه اللغه الام. فانا بسمع مصطلحات لما اجي اقراها وانا بتعلم القرايه خلاص انا مترجمها في دماغي فهفهم. فمش هيبقى عندي مشكله في فهم القرائي وفهم الاسئله، لان في اطفال بتعرف تقرا. هي فاهمه القصه بتقول ايه بس هي مش فاهمه لما اجيبها بقى السؤال انا اجاوبه منين. صحيح. اطلع الاجابه ازاي. ده تمارين بقى كمان لازم كانت تتعمل وتعود ان الام تساعد هي تسال بعد القصه ايه اللي عجبك في القصه، طب البطل حصل كذا وهكذا. سمعيا انا ابني لسه ما بيعرفش يقرا. انا اوسعه سمعيا بالتالي ده هيأهله بقى كمان ان هو يدخل كويس قوي. فدي خطوات. طب لو لا قدر الله بقى طلع ان هو بقى في شكوى والمدرسه بتقول في كذا، هنا الام تعمل ايه وايه دورها؟ اكيد مكمل مع المتخصص مع المدرسه. يعني المثلث ده مهم جدا. المدرسه الام الاخصائي هما الثلاثه بيكملوا بعض، وهما الثلاثه لازم يكونوا متعاونين. ما ينفعش المدرسه تشيل ايدها عشان احنا مش متخصصين، لا بس احنا لينا دور في اننا نكتشف اصلا المشكله. صحيح بالظبط. ونتعامل معاها بشكل برضو يعني مختلف. يعني زي ما حضرتك قلتي كده، زمان كان المدرس بيتهم الطالب ان هو بليد وبيبتدي يتنبذ. يعني مفيش مساعده، بالعكس بالظبط بيبتدي بقى تقعد في اخر الفصل بقى ومش هتسمع معانا وكده ما يسالهوش. لا صحيح. هو طفل طبيعي جدا، طفل طبيعي جدا، هو بس قدراته ماشيه بطريقه اقل من اقرانه. عايز ياخد التحصيل ده، يكتسب المعلومات بطريقه معينه. فانت لازم تنتبه له. لان بيظهر بقى مشكلات سلوكيه للطفل. يعني هو لو اصلا ما عندوش مشكلات سلوكيه بس هو عنده صعوبات، اكتشف ان هو عنده صعوبات تعلم، فبيحصل له تنمر مثلا، او يبقى منبوذ من اقرانه لان هم بالنسبه له هو مش شاطر زينا. لا، المدرس لازم يبقى باصص. بالعكس بيبقى هو اكثر اهتمام بيه. يعني هو حاسس على قدام بقى مش هيزود الاهتمام قوي عشان ما يحسسوش بان هو يعني بصعبانيات او كده، بس انا بهتم بيه هو وزمايله، وابقى عارفه ان لا زمايله لو هم بصوا له بصه دونيه او اقل بلفت النظر بانه برده مش بشكل مباشر، بان لا يلا نلعب مع بعض، يلا نشارك كلنا مع بعض، اخليه يشترك في مجموعات في الحل. والانشطه دي على فكره بتوسع المدارك كمان وبتساعد قوي في صعوبات التعلم. يعني انا عايزه اعرف المتخصص هنا ايه دوره وجلساته بتبقى شكلها ايه؟ المتخصص بقى احنا بنعمل الاختبار او التقييم اللي بيقول لنا ان هو عنده صعوبات تعلم، فانا ببقى بشوف هو عنده صعوبه في ايه. يعني هو دلوقتي الصعوبة عنده نمائية ولا أكاديمية؟ لو نمائية طبعا كده هتنبأ خلاص ان في مشكلة أكاديمية، فبحاول ألحقها واشوف هو فين المشكلة بالظبط اللي في النمائية. هل هي في التفكير، هل هي في الإدراك، هل هي في الذاكرة، وابدا اشتغل عليها. طيب احنا ما عندناش مشاكل نمائيه بس احنا عندنا اكاديميه، فببدا اشوف برده هو واقف فين، مشكلته فين. هل مشكلته ان هو مش مدرك الاصوات؟ هل هو مشكلته انه مش عارف يدمج الاصوات؟ هل هو بيعرف يدمج الاصوات بس مش عارف يكون الكلمه على بعض؟ هل هو بيعرف يكون الكلمه على بعض بس هو مش فاهم الكلمه؟ هل عنده مشكله في الوقت، ما بيعرفش يحسب الوقت، مش مدرك يعني ايه ساعه ويعني ايه نص ساعه، مش مدرك للفلوس، مش عارف يعني ايه يشتري يعني ياخد باقي، هل هو ليه باقي ولا لا؟ دي مشكلات الحساب. فانا ببدا بس اشوف هي المشكله منين،
وعلى اساسه بحط البرنامج بقى اللي هنمشي عليه. ونشوف برضو الطفل، مش كل الاطفال، في اطفال بتفاجئني باستجابتها ان هي استجابتها سريعه. يعني مجرد جلسه او 2 بتبتدي تحس فيه التجربه. لا، ده قليل جدا. قليل. ممكن اكتر. اقل حاجه بصي علشان اقول انا همشي شويه، همشي 3 شهور لو هي المشكله في كذا حاجه. 3 شهور يعني علشان ما نستعجلش. يعني بتبقى مره في الاسبوع او مرتين الجلسه؟ الجلسات من مرتين ل3. في اطفال بتحتاج مره واحده اللي هي مشكلته مش عويصه، اللي هو مثلا عنده مشكله واحده بس، هي مشكلته في الحساب او هي مشكلته في الفهم القرائي، هو مش فاهم الاسئله. فاحنا بنظبط ان هو الاسئله. وخلي بالك مشكله صعوبات التعلم القراءه ممكن تبقى لغه عربيه ولغه انجليزيه. هو مش عنده مشكله في تلقي اللغه عموما، سواء اللغه دي او اللغه دي. في اطفال بيبقوا كويسين قوي في الانجليش بس في العربي لا، لان هم ما تلقوهاش بطريقه صحيحه، لان هم مثلا طول الوقت انجليش. ممكن صحيح الام ساعات تتاخر في انها تعلم اللغه الام وتبتدي تركز في اللغه الثانيه، وده بيأثر عليها. هنا الام بتتعاون معاكم بقى بشكل معين، يعني اكيد انت كمتخصص بتدي حاجه في الوقت ده وبتقول لها كملي معايا بقيه الاسبوع لغايه ما نشوف المره الجايه. مظبوط. بيبقى يعني في واجب، في هوم ورك، في انت هتشتغلي على ده، احنا النهارده اشتغلنا على كذا كذا كذا. بدي للطفل واجبات ان هو يعملها علشان اللي انا اديته النهارده ده يثبت، والام بتبقى بتتابعه. فالام لو مش مشتركه انسي ان هو يتطور بسهوله. لازم يعني اشراك الام ده شيء مهم جدا. هو قاعد معاكي بقيه الاسبوع، يعني هو قاعد معايا ساعه يعني. انت بتدي ارشاداتك بعد كده اللي هيمشي يكمل عليه. احنا ماشيين في البيت طول الوقت، لا لازم نشتغل، لازم انا مشغله دماغي وموبايل ممنوع. هو ده اللي بيشتت على فكره الانتباه. لان هو في الموبايل العاب او اي حاجه، هو دماغه رايحه هناك. وبعدين بقى في حاجه الطفل، يعني انا عايزه اكد على نفسيه الطفل. مهم جدا مراعاه نفسيه الطفل، لان نفسيه الطفل دي هي اللي بتخلق عنده الدافع. لان انا لو طول الوقت بقول قدامه بقى باجي اشتكي، او في شكوى انا رحت للمتخصص وهو شغال، بس برضه ابدا اشتكي اقول ما بيقعدش معايا، مش راضي، مش همه. كده بتحبطيه زياده. بالظبط. وتقعد تقارنه بينه وبين اخواته او بينه دايما نتحدث عن المقارنات دي بقى قد ايه بتاثر بشكل سلبي. يعني ما ينفعش المقارنات. صحيح. لان لازم اراعي الطفل عنده فروق فرديه. في الاطفال بينهم فروق فرديه، فاللي عنده القدرات طفل مش زي القدرات دي. خلي بالك هو ممكن يبقى عنده مشكله بس هو متفوق على الطفل التاني في حاجه تانية. صحيح. مش شرط نبطل بقى فكره المقارنه بين الاخوات وبعضهم وبين الزمايل وبعضهم. ما بقارنش انا مستعجل على ايه، او انا بقى ليه لازم ابني يكون هو مكتمل يعني. ما ينفعش. هو بيبقى عنده حاجه لكن بتكمل بحاجه ثانيه. هو عنده ايه تاني، مواهب او قدرات ثانيه. هل الانشطه الجانبيه المختلفه بتساعد على ده؟ يعني دايما يقول لك المتفوق في الرياضه بيبقى متفوق في التعلم ومتفوق في التعليم. المخ. صحيح. بالظبط. الرياضه مهمه جدا بتحسن نفسيته، فبتخليه عنده الدافع ان هو ثقه في نفسه. صحيح. والثقه بالنفس. انا واثق من نفسي وعملت مثلا اجدت رياضه ما، فانا هعرف اجيد حاجات ثانيه. فابدا اقول لا، طب ما انا اقدر بقى افوت في مشكله. يعني المكملات الجانبيه كاكتشافه في رسم، او اكتشافه في موهبه فن من الفنون، او ان انا اساعده على ان هو يمارس نوع من الرياضه، او ان انا يعني برضو قريت ان الالوان والاشراك الطفل في الرسومات والحاجات دي والمعارض بتساعد. والله سيبيه يعمل. بس هتدي له هتحمل وهو صغير وهو عنده المساحه. هتعرفيني دي مساحتك اللي انت انا عارفه ان في شكوى من الحيطه ومش عارفه. صحيح. لا، هتعرفيني دي مساحتك اللي المفروض ان انت تعمليها. هاتي له قماشه اي حاجه وهي دي وسيبيه. ايه المشكله؟ صحيح. خليه كل الطاقه الداخليه كلها. البصر، السمع، اللمس، كل ده بيشغل المخ كويس جدا، فالطفل يطلع كويس قوي وممكن كمان يبقى متفوق. صحيح. فسيبيه يعمل اللي هو عايزه، ونشيل بقى الموبايل خالص. الحاجات دي هتشغل وقته، فبالتالي هو مش هيبقى وعلى فكره يعني مشاكل كتير قوي حصلت في التعلم نتيجه الاستخدام المفرط للالعاب اللي موجوده على الموبايل والحاجات دي. يعني احنا بنقول يا ريت الام تبتدي تاخر خطوات انه يبتدي يقعد بالظبط يعني، او يقعد يتفرج قدام التلفزيون بالساعات وهي مش منتبهه ويتفرج على ايه، ويبتدي يسرح ويبتدي يبقى كل تركيزه مع التلفزيون والكرتون والحاجات دي. الامهات يعني بتستسهل وساعات بالظبط، لان الاطفال بيبقوا زنانين رغايين، عايزين يتكلموا، عايزين يتحركوا. ما هو ده سنهم. هو لازم يتحرك. هيودي الطاقه دي فين؟ ده طفل. صحيح. سيبيه يتحرك، سيبيه يتكلم، سيبيه يعمل اللي هو عايزه. فتبقي اللي هو لا، انا عايزاه يقعد ساكت كده عشان اخلص اللي ورايا.
هو الاهم حاجه، انا دايما اقول ان هو ده الاهم حاجه، اللي وراكي ده بعد كده يستنى، تخليه يساعدك، شاركيه. صحيح. دي نقطه مهمه، اشراك الطفل مع الام في بعض المهام اللطيفه اللي هو ممكن يحب ينبسط كمان بالنتيجه اللي هم عملوها مع بعض. كل الحاجات دي بتساعد الطفل. ما هو اديكي هو تحت عينك اهو جنبك، وانت كده برده خلاص ما خسرتيش حاجه، وقاعده بتعملي الحاجات اللي وراكي وخلاص، ومش سايباه لوحده. لا، مش عايزين استسهال. طب احنا عايزين روشته للام اللي هي عندها مولود مثلا سنه سنتين، ازاي تبتدي تنمي قدراته بحيث انها ما توصلش للمدرسه وتبتدي تحس ان في مشكله؟ كلميه وهو في بطنك. دي دايما نقول كده، يحس هو بصوت الام وبيعرف امه. ده حتى سمعيه موسيقى، سمعيه قران، الحاجات دي كانت اساسيه. صحيح. كلميه وهو في بطنك. نزل كلميه. بصي، استغلي بقى الرغي ده، يعني ممكن تسيبي بابا شويه عشان بيشتكي مشكله الرغي، خلي الرغي ده مع الطفل. وبابا انا مش بلغي دور بابا خالص، بابا دور مهم زي الام بالظبط. صحيح بالظبط. هل بتجمعي الاب والام معاكي في لما بتكوني في جلسه افتتاحيه كده يعني؟ طبعا، لان في البدايه بيبقى باخد الشكوى من الام والاب، ولما بلاقي ان في تقصير من طرف ما لازم هو يكون موجود عشان اقول له احنا هنعمل ايه، او يكون هو سبب. يعني مثلا الام ممكن تمنع الموبايل، الاب يصعب عليه فيروح مديهوله، او العكس، القرار وعكسه بقى، فهنا بيحصل تضارب. فلازم احنا الاثنين هما الاثنين يكونوا موجودين، وهما الاثنين ياخدوا التعليمات اللي هما الاثنين هيمشوا عليها. فما يحصلش كونفيوز بقى، لخبطه كده عند الطفل، انه بابا بيقول حاجه وماما بتقول حاجه، ويتعود على كده ويتعود على كده. اللي بيمشي لي كلامي الدنيا تبوظ. فانا شغلي ما يبانش، انا شغلي كاخصائي خلاص مش هيبان. ما تطالبينيش بقى بنتيجه ساعتها واحنا مش متعاونين. لا، هتعملي كل حاجه احنا اتفقنا عليها، ان شاء الله الدنيا تمشي زي يبقى اول حاجه الكلام، تتكلم معاه، يبقى في تفاعل. هو طفل في تفاعل طول الوقت، يبقى في تفاعل. كلميه على طول، اشراكوا بقى في القصص اللي قلتي عليها، الحواديت. وقبل القصص بقى، قبل ما هو ما يفهم اللغه، انت ممكن تديله حاجات بقى بحواسه اللمسيه. اللمس مع البصر. اديله حاجات زي وقولي له اسمها مثلا وانت بتديها طول الوقت، بتسمي كل حاجه بياخدها. بتسمي كل فعل بيعمله. احنا دلوقتي هنلبس عشان رايحين كذا. احنا دلوقتي رايحين مع بابا وماما عشان طول الوقت عرفين احنا بنعمل ايه. صحيح. بالكلام، باللغه. هتلاقيه واللغه السليمه، بلاش اللغه اللي بنعملها للاطفال اللي هم ما بيبقوش فاهمينها بعد كده. لا يعني لغه واضحه وكلمات واضحه والفعل واضح. الامهات تقول لك ايه، ما هو بيتفرج على الكرتون، ما هو بيكتسب لغه، هو بيتلقى بس، لكن هو مش بيقول. صحيح. هو بس قاعد بيسمع، لكن هو مش بيقول حاجه. فهو كده خلاص بيستسهل ان هو ما يتكلمش. اقعد بس بسمع، لكن انا ما بتكلمش، ما انا بس بتلقى اللغه دي، لكن انا مش عارفه اوظفها لان انا اصلا ما بمارسهاش. وعايزه برضو انبه لحاجه، ان طفل صعوبات التعلم مش شرط يدخل دمج. طفل صعوبات التعلم درجه ذكائه طبيعيه، درجه الذكاء الطبيعيه اللي هي المتوسط 90. ساعات بنقول يعني بيبقى انسان طبيعي عادي، بيمارس حياته بشكل خالق، بس هياخد التدريبات والجلسات اللي هتخليه ان هو يمشي في الدراسه. وفي حل انا بفضله، ان هو الطفل يعني ينزل سنه، بس هو مش قانونا، يعني مش قانونا، هو دلوقتي ما بقاش في ان احنا يعني بعد ما يدخل الدراسه انزله سنه. لا، دي صعبه، نفسيته تتاثر. بصي، يعني ممكن ادخله وهو يقعد شويه في المدرسه، نفسيته هتتاثر، وانا بشق عليه ان هو يعمل حاجات هي مش قدراته. هتتاثر اكتر ان هو مع زمايله مطلوب منه ان هو يمشي مع زمايله زي ما هم بيحصلوا، هو يحصل زيهم، بس هو مش عارف يحصل زيهم لان هو اقل في قدراته. فهو نفسيته هنا اللي هتتأثر. هي ممكن تنزله سنه وتنقله مدرسه ثانيه، بس ينزل سنه ويشوف زمايله اكبر منه، دي بتاثر على الطفل جدا، بتفضل معاه لغايه ما بتكبر، ويفضل يكبر كده، يحس ان دول كانوا معاه زمايله وهو نزل عنهم، وبتبان كانها هو كان مش شاطر. ممكن تغير المدرسه طبعا. يعني تنقله سنه اصغر ومدرسه ثانيه. مفيش طفل صعوبات تعلم ما متلقاش تنمر في المدرسه. ايوه، صحيح. مفيش. فهو اوريدي اصلا بيبقى كاره المدرسه. يعني سواء انت حبيتي تنزلي سنه حبيتي تنزلي، هو كده اصلا انا مش عايزه ابقى معاكم. عشان كده انا دور التوعيه للاطفال في تقبل الاختلاف بتاع غيرهم صحيح ضروري جدا لكل ام ابنها سوي او عنده مشكله، لان هي لازم كمان تزرع في الاولاد الاسوياء كيفيه التعامل مع الاخر. بالزبط. دي حاجه لابد ان احنا نكون حريصين على. ده مختلف عني، سواء في قدرات عقليه او سواء في بس هو مختلف في حاجه تانية، ممكن كمان تبقى كويسه جدا وهيبقى شاطر في حاجه تانية، وازاي تتعامل معاه وازاي تتصاحب عليه. يعني ده شيء مهم جدا. الطفل وهو صغير انت سهله قوي تديله الوعي ده، وسهله قوي ان انت تعلميه الحاجات دي كلها. ودور المدرسه طبعا، دور الاخصائي اللي جوه المدرسه ودور المدرس ان هو يوعي الاطفال بتقبل دايما اختلاف
اختلاف الاخر، لان احنا مش كلنا شبه بعض. احنا لازم نتقبل اختلاف بعض. صحيح. احنا مش كلنا زي بعض، فبالتالي هنقلل مشكله ان الطفل لما عنده مشكله ان هو يبقى زمايله بيتنمروا عليه او بيقللوا منه او بيبصوا له بصه دونيه، فما ينفعش. كمان الام نفسيه الام مهمه جدا لما يبقى عندها طفلها عنده مشكله. لان ساعات بيحصل ان الام عندها تعصب وتبقى عصبيه ومتضايقه. لا، في البدايه بيبقى فيه انكار، انا ابني ما عندوش حاجه. لا، انا ابني ما عندوش مشكله. بدايه حل المشكله هو الاعتراف ان في مشكله. صحيح. انا اعترف ان انا عندي مشكله عشان ابتدي ادور على الحل. مفيش حد كامل ومفيش حد ما عندوش مشكله. فايه المشكله ان انا طفلي لا الغي بقى المقارنات والغي بقى بنت فلان وابن فلان ومش عارف ايه، انا ماليش دعوه، انا ليا انا ابني اطلعه سوي. اطلعه سوي ازاي؟ بان انا اتقبله كله على بعضه. صحيح. وابتدي اشوف حلول، كمان يعني. بالظبط. على طول ابدا اشوف الحلول واشتغل معاه، وعلى طول ابدا اقول له ان انت امدحه واعرفه ان هو بيعمل كويس. الكلمات المحفزه دي جداً مهمه جدا جدا جدا، عكس الكلمات اللي فيها مقارنه وعكس الكلمات اللي فيها احباط. يعني ده الكلمه المحفزه قد ايه يعني كلمه، يعني يقول لك كلمه بتفضل قاعده انت ممكن تقولها وما تاخدلهاش بال. بيفضل فاكر كل كلمه اتقالتها له وهو عنده 50 سنه. صحيح. بيفتكر الكلام اللي اتقال له جدا وهو صغير لحد ما يبقى كبير. هو مش ناسي اللي اتقال له وهو صغير. فياخد بالي ما اتكلمش على ابني وحش حتى من وراه. هيحس، هيعرف. وكثرة الشكاوي بين الام والاب وبين الامهات بقى مع بعض في التليفون قاعدين، ده ابني عمل كذا كذا. هي متخيله انه مش منتبه، لكن هو بيعرف تتكلم عليه. صحيح. هو اصلا بياخد ثقته في نفسه من البيت. صحيح. دي اول حاجه البيت. لو البيت مديها له، هو مش هيهمه العالم الخارجي قوي. لو تلقى تنمر بره هيبقى وفي دعم من الاسره سبورت ليه. صحيح. فانا عندي ثقه اوريدي في نفسي، فاللي بره مش هيأثر فيا. صحيح. معلومات جميله، ويا رب كل التوفيق ليكي ان شاء الله. ومجهودكم مجهود اكيد جميل يعني، وفعلا الروشته يا رب تكون الامهات استفادت. الاستاذه خلود اسماعيل حسن اسماعيل، اخصائي نفسي اطفال وصعوبات تعلم وتعديل سلوك، نورتينا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين.